في بداية تعلمك لأي لغة من اللغات، أول حاجة بتقابلها إن أنت لازم تكون عارف حروف الهجاء أو الألفابت. وحروف الهجاء عندنا في اللغة الإنجليزية 26 حرف. ففي الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ مع بعض من حروف الهجاء ونقول بعض الملاحظات اللي ممكن تتقال عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد سيد كامل MSK من قناة يلا إنجليزي اللي مهتمة بتعليم اللغة الإنجليزية. والنهاردة زي ما قلنا عندنا فيديو مميز كده وبسيط جدا لأي حد مبتدئ في اللغة الإنجليزية. هنتكلم فيه عن الألفابت أو حروف الهجاء وبعض الملاحظات المرتبطة بيهم. فلو أنت أول مرة تشوف المحتوى بتاعنا بننصحك طبعا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وانزل تحت في القناة من تحت يعني وخد جولة في الفيديوهات واعمل لايك وكومنت وشير، ويلا بينا نبدأ الفيديو. في اللغة الإنجليزية عندنا 26 letter، 26 حرف مع بعض كده من الأول: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دي الحروف اللي عندنا. هتلاحظ والحروف كانت طالعه قدامك ان دايما كان الحرف ليه شكل كبير وشكل صغير. ده بنسميه الكابيتال لتر، اللي هو مثلا زي كده A كابيتال وجنبيه A سمول، كابيتال وسمول. فانت لازم تكون على درايه بان الحرف ده ليه شكلين عشان لما تيجي تقرا مثلا تبقى عارف ده الحرف ايه بالظبط. الحروف الكابيتال دي اللي هي الحروف الكبيره بتيجي دايما في اوائل الجمل، في اول الجمله او في اول الاسم، في اول ايام الاسبوع. بتلاقي دايما اول ايام الاسبوع، اول الشهور، اول اسماء الناس، اول اسماء البلاد كابيتال لتر. السمول لترز بتيجي في وسط الكلام، بتيجي في وسط الجمل، بتيجي في وسط الكلمات. فتخلي بالك وانت بتقرا من الكابيتال والسمول. نطق الحروف، خلي بالك ان في حروف معينه بنغلط كتير واحنا بننطقها زي حرف الاي. في ناس بتقوله A، لا هو A K J K J A. فرق كويس جدا ما بين حرف الجي وحرف الجي، جي جي. برضو فرق كويس جدا ما بين نطق حرف البي، بي وبي، بي. طبعا هقول لك زي ما الناس كلها بتقول ان انت حط ايدك قدام بقك وهتلاقي ان في هواء او نفس بيطلع مع بي، بي. لكن البي بي ما فيش اي هواء بيطلع، بتلاقي هنا فيه اهتزاز شويه. بي 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 بي. مع بي مفيش اي اهتزاز بيطلع من ايه، من الاحبالك الصوتيه، او في اهتزاز بس مش كبير. لكن مع البي اللي هو العصايه بتاعتها تحت يعني بتلاقي ان في هواء طالع كتير جدا من بقك. فوانت بتحفظ او بتقرا خلي بالك من البي والبي، وانت بتسمع خلي بالك هي بتقال بي ولا بي عشان تفرق كتير جدا في المعنى. خلي بالك ان احنا عندنا في الحروف الهجائيه في اللغه الانجليزيه عندنا 5 فاولز، يعني 5 حروف متحركه، ودول في بنية الكلمة بيشتغلوا مكان الفتحة والضمة والكسرة. يعني في الانجليش عندنا مفيش تشكيل، فبدل التشكيل ده ما هو بيبقى موجود بنستعيد عنه بالفاولز دول اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو. مفيش كلمة في الانجليش هتبقى ما فيهاش الحروف دي خالص، او لو في كلمة ما فيهاش الحروف دي هيبقى فيها الواي، هيبقى فيها حرف الواي مثلا. يعني مثلا عندك كلمة باي دي ما فيهاش حرف متحرك لكن فيها واي. فخلي بالك ان الحروف المتحركه مهمه جدا عندنا، وهتلاقيها بقى داخله معاك في بعض القواعد زي قواعد السبيلنج، قواعد الجرامر. احيانا وانت بتحط الاي دي او الكلام ده هتفيدك برضو، فلازم تكون عارف يعني ايه فاول. الفاول لترز تاني A والاي والاي والاو واليو. من الملاحظات برضو اللي انت لازم تبقى عارفها ان نطق الحروف لما تيجي تقرا، يعني مثلا عندك حرف السي، السي ليه بعض الطرق في النطق، زي مثلا ممكن يتنطق سي، ممكن يتنطق كي، ممكن يتنطق مثلا تش زي ما هنشوف بعد كده. فحرف السي بننطقه سي باسمه كده لو جه وراه اي او اي او واي، طبعا مع بعض الاكسبشنز او بعض الايه
بعض الحالات الغير منتظمة. لكن في معظم الأحيان لو ما جاش وراه لا I ولا E ولا Y هننطقه K. مثلا معانا حرف ال H. حرف ال H هننطقه زي اله ها، زي مثلا هوتيل أو هوسبيتال. معانا برضو حرف ال W. حرف ال W بنطقه زي الواو، مثلا water أو walk زي الواو بالظبط. من الملاحظات المهمة جدا لازم تعرفها وانت بتتعلم حروف الهجاء ان مش كل الأصوات اللي انت بتعملها بتكتبها كحرف منفصل. مش كل الاصوات اللي انت بتعملها بتكتبها كحرف منفصل. فعندنا في الانجليش في حاجه اسمها الدايجرافز. الدايجراف ده بيبقى حرفين مع بعض بيعملوا صوت معين. يعني انت مثلا لما قرانا الالفابet دي كلها ما كانش في حرف موازي للصوت ده. طب ده اجيبه منين؟ او الصوت ده اللي هو الثاء او الذال او ش او تش، كل الكلام ده ما كانش موجود في الالفابت. فبنعمله ازاي؟ بنجيب حرفين مع بعض دول اسمهم دايجرافز وبيبقوا بيتنطقوا حرف تاني. طبعا خلي بالك الموضوع ده بسبب ان اللغه الانجليزيه فيها 26 حرف لكن الاصوات فيها 44 صوت. فرق ما بين الصوت والحرف. الصوت والحرف يعني الحرف الواحد ممكن يتنطق باكتر من طريقه. فعندنا في الانجليش في 44 صوت وان شاء الله نعمل عليهم فيديو منفصل. ولكن مثلا كبدايه لازم تبقى عارف مثلا الاس اتش بتنطق ش، اس اتش ش، زي مثلا short زي shy، short shy اس اتش ش. عندنا مثلا سي اتش، السي اتش في معظم الاحوال بتنطق تش زي chair chair، او مثلا choke choke chair choke. فالسي اتش اتنطقت تش. عندك مثلا البي اتش، البي اتش بنطقها ف في معظم الاحوال برضو ف، زي مثلا elephant، زي مثلا elephant او photo. عندك مثلا الصوتين اللي انا قلت عليهم اللي هو الث والذا بيتكتبوا كده تي اتش ث ذا، زي مثلا ما اقول 3 thirsty th. عندنا مثلا they them the th، يبقى th هنطقها يا اما ث يا اما ذا. ده كان فيديو بسيط جدا عن الالفابت، اتمنى يكون فايدك كتير جدا. تبقى عارف ان احنا عندنا 26 حرف، عارف ان احنا عندنا كابيتال وسمول، وعارف ان احنا عندنا فاول ليترز او حروف متحركه، وعارف ان الاصوات عندنا في الانجليش اكتر بكتير جدا من الحروف. عندنا 44 صوت لكن 26 حرف. فهتلاقي ان في بعض الاحيان ان في حروف بتتكتب مع بعضها واسمها الدايجرافز، دي بتنطق نطق مختلف تماما عن الحروف المفرده. طبعا بنصحك تاني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتسيب لنا كومنت تحت، ولو عايزيننا نكمل في السلسله دي من اول وجديد من البدايه اكتب لنا برضو في الكومنتس. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.